صباح النور، صباح الخير، صباح النشاط والحيوية والطاقة الإيجابية أحبابي، صباح الخيرات والتيسيرات، صباح الورود والياسمين، صباح مليء بالنشاط والحيوية والطاقة الإيجابية، صباح من بلادي، من بلادي يا سيدي ويا لالا من بلادي المغربي، إطلالة مغربية صباحية 100%. كنصيفط لكم بزاف ديال الحب، كنتقاسم معكم لحظات زوينة في هذا الصباح هذا، صباحكم مبروك. كلمة ونظرة عين اسمع وياهم، كلمة ونظرة عين. ايوا احبابي في هذا الصباح هذا كنتقاسم معكم كل الحب، كنتقاسم معكم لحظات زوينه وانتم كتحتسيو الكأس او فنجان الشاي او القهوه. كنتمنى لكم بالصحه والراحه ان شاء الله عليكم وعلى حبابكم كاملين. كيف ما كان الوضع ديالكم نتوما كتسمعوا ليا كيقول لك طرق باب لكل باب بواب الا الباب ديال الله سبحانه وتعالى، ما عليه بواب الواحد الاحد لا خاب من قصده. لهذا الانسان ديما يقصد الله، خلي عليك البشر راك بحالك بحاله ما عنده باش يفيدك. هذه نصيحه كنقولها لكم ديما وكنقولها حتى لراسي، والحمد لله لا يوقفنا على باب شي حد من عباده. احنا الحمد لله امورنا كتقدم ملي ربي كيسخر لنا هو عباده. لهذا نقولوا ديما في كل صباح اللهم سخر لنا عبادك الصالحين ملائكه السماوات وجنود وكان وصالك انا وكنت بتمنى، كنت بتمنى وبين ليالي ليالي. أكيد أجمل ما يقال في هذا الصباح الحمد لله على نعمه، الحمد لله على نهار جديد، أمل جديد، فرصة جديدة للحياة. كيف كنقول لكم ديما لا شيء سيتغير من هذه الكلمات، لأنها بصح طاقة إيجابية كبيرة بزاف أنك تعاود هذه القضية مع راسك، أنه كيف تحل عينك وتحل وتلقى راسك راه كاين فوق منك سقف وراك باقي في الحياة. حمد الله وشكره أنك ما حليتيش وأنت في القبر ديالك، أنه باقي عندك ما دارك بزاف د الحوايج. طلب السماحة من الناس اللي غلطتي فيهم، دير الخير في راسك، تقرب من الله، ربط امورك كلها الدنيويه بالاخره وبالله سبحانه وتعالى باش ييسر لك فيها. هذا اللي نقدر نقول لكم عن تجربه شخصيه. والله 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 واللي ما بعده احد واللي ما قبله احد سبحانه وتعالى. لا هذا الشيء اللي كنقول لكم هو اللي كاين، هو اللي دايم. خلينا من الزواق، خلينا من المظاهر، خلينا من المعصرانه، خلينا من طوندونس، خلينا من بزاف الحوايج. لا يصح الا الصحيح، وحيتاش لا يصح الا الصحيح لهذا كنطلبوا الله واحد الدعوه زوينه غنتقاسمها معكم بعد هذا المقطع الموسيقي. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وعشاق جورج وسوف والكلاتيم. حبك مليون في بعدك، في بعدك ويطول سنين اروح لمين واقول يا مين ينصفني منك، ينصفني. والدعاء احبابي اللي باغا نقول لكم وهو اللهم لا هزيمه في منتصف الاشياء. هاد الدعاء هذا قليل غيعرف القيمه ديالو، لانه صعيب الحال الانسان يبدا يحقق واحد الحلم يوصل النص ديالو يخسرو بسوء تدبيره هو الشخصي، او بسبب تدخلات ديال البشر، او بسبب احداث كثره، او بسبب علل واسقام. وكيكون الطرف الاخر في الحياه او الانسان اللي تسبب لك في الفشل او في الخساره هو اللي كان السبب. يعني انت ما عندك فيها حتى شي يد. لهذا كنطلبوا الله من بين الادعيه الجميله اللي كتعجبني اللهم لا هزيمه في منتصف الاشياء. الله يدوم علينا الصحه والعافيه ويدوم علينا تحقيق الاحلام ديالنا ويساعدنا عليهم ويعاوننا عليهم يا ربي، لانه لا من غير الاعانه ديال الله سبحانه وتعالى والله ما تدرك شي حاجه في هذه الدنيا هذه كنقولها لكم في هذا الصباح هذا. فكروا فيها مزيان وانتم تشربوا القهوه ديالكم. صباح الخير، صباح النور، صباح الحب، صباح النشاط والحيويه والطاقه الايجابيه لكم كاملين فيما كنتم. وكيف العاده احبابي ما كنسخرش بكم، كنموت عليكم انا. نهاركم مبروك، صباحكم مبروك، بون ويكاند، تهلاو ليا في راسكم. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله عما قريب، سواء يكون سو سواغ ولا يكون غدا الصباح باذن الله. خليت لكم راحه، تبارك الله عليكم، في امان الله.